بسم الله ما شاء الله. اللي هيشوف الفطير المشلتت النهارده، انا مش عارفه اتكلم من كتر الابهار اللي طلع بيه، وان هو تحفه ومحدش مصدق ان ده معمول على الطاسه زي ما انتم شايفين كده. الطاسه دي يا جماعه كنز بجد، كنز رهيبه. هنعمل النهارده الفطير من الالف للياء. احنا لسه بدري جدا، بصوا صوت زقزقه العصافير الساعه 6 صباحا. يلا بينا كده نبدأ يوم جديد مع بعض وفيديو جديد. الفيديو زي ما انا قلت فيديو تعليمي من الدرجة الأولى. هنعمل ايه؟ ده كيلو دقيق، عليه معلقة صغيرة ممسوحة ملح، وكمان المية بتاعتنا من الحنفية. اللي عاوز يضيف سكر أهلا وسهلا، وأنا ما بضيفش سكر. تمام، اللي عاوز يضيف دي حاجة ترجع لكم. هنبدأ نعجن ونسمي بسم الله. ما تحطوش بس المية كلها في الأول كده، ماشي أهو. بص، اهم حاجه زي ما انا قلت في كل الفيديوهات بتاعتي يا جماعه، الدقيق بتاعي يكون فيه عرق قوي، دقيق مخبوزات. تمام. طب هنعرف ازاي يا شيماء؟ ده دقيق سايب اسمه فرحه، الدقيق ده اسمه فرحه. فبالله عليكم اما تيجوا تجربوا الدقيق بتاع الفطير، عشان حرام الحاجه بتتكلف. ربع كيلو دقيق كده، يا ستي ربع كوبايه دقيق واحده، وبعد كده اعجنيها وشوفيها. لقيتيها بتتعصب معاكي، ما بتفردش كويس، الكلام ده كله ما تعمليش بيها فطير. لقيتيها بتتفتت منك، ما تعمليش بيها فطير. هيبقى دقيق ده للكحك والبسكوت، ما ينفعش للفطير ابدا. هيطرد السمنه ومش هيعلى وهينشف معاكي. خلاص. لقيتي بقى العجينه معاكي كده مرتاحه زي ما انا هوريها لكم دلوقتي كده، وبتمط وفيها عرق وقويه وبتصفر. بصوا بتصفر وبتبقى العجينه ناعمه ازاي، ما بتبقاش مفروله في ايدي اهو. بصوا الدقيق فيه عرق قوي بتاعتي. تمام. بصوا العجينه، بصوا من قبل ما اسيبها ترتاح، من قبل ما اسيبها ترتاح ولا اي حاجه. بصوا العجينه بسم الله ما شاء الله. شايفين الدقيق؟ انتوا فهمتوه اهو. حتى لما بفرده ما بيلمش معايا، ما بيتعصبش. العجينه مش متعصبه. بصوا بسم الله ما شاء الله. انا عايزه العجينه بتاعتي كده اهو، طريه كده، بس مش بتلزق في ايدينا، مش بتشبك في ايدينا اهو. بصوا كده. هسيبها ترتاح. مش ترتاح، انا هقطع على طول، بس على ما اظبط الدنيا حواليا واجيب صينيه وادهنها زيت عشان اقطع عليها. هقطع عليها دي كور. بصوا يا جماعه، حطيت الزيت اهو. عاوزين نقول حاجه بقى، ان الزيت ده بيبقى تحت العجينه وفوقها. تحت العجينه يعني تحت الكور كده، وفوقها كمان الكور هتتغطى بيه. تمام. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا العجينه، بصوا العجينه عملت ازاي، شايفين؟ ما لحقتش. بصوا المطه اللي فيها قد ايه، ومرتاحه جدا وناعمه. هنعمل ايه احنا؟ عايزين نعمل الفطير ده 4 فطاير. كيلو دقيق ده عاوزين نعمله، او الكيلو وربع ده عاوزين نعمله 4 فطاير اهو. دول الكور الكبيره الاول، احنا مش هنكب. دي الكور الكبيره الاول اهي، ماشي. هنقطع كده 4 كور كبار، وبعد كده هنعمل كور اصغر منه. دول ال4 كور كبار اهم. نبدا بقى بالكور الصغيره بتاعتي اهي، ماشي. خلصت الكور بتاعتي. زيت بقى كده اهو، نبدا نغطي بيه وش الايه، الفطاير، الكور بتاعتي. بعد كده ربع ساعه بالظبط هيكونوا ارتاحوا كده واقل، لان الدقيق حلو قوي. وهنبدا ان احنا نفردهم، ومفيش فرن بوتاجاز تاني. واتحداكي ان عرفتي تفرقي اذا كان ده، قصدي مفيش فرن اصلا. اتحداكي ان عرفتي تفرقي اذا كان ده على البوتاجاز او على عين البوتاجاز او في الفرن. استحاله. بتاعي بتاع ربع ساعة 10 دقايق ارتاح. جبنا حتة سمنة بلدي أو حتة أي زبدة عندكم. بصوا أنا ما سيحتهاش، يا دوبك فككتها بس على النار اهي. يعني ما سخنتش ولا غليت السمنة ولا حاجة. بصوا فككتها. يعني دول مثلا على الكيلو دقيق اللي أنا عاملاه ده 150 جرام سمنة على 50 جرام زيت. زيت اهو. حتى الزيت لما فككت السمنة حطيت الزيت فوقها كده، فضيت شوية زيت في الطبق اهو. بارده خالص، مش سخنه ولا اي حاجه. تمام. هنبدا بقى ناخد من العجين بتاعنا اللي احنا ايه عملناها اهو. دي الكوره الكبيره اللي هنفرد عليها، اللي هنطبق بيها اهو.
ودول اهو، وكمان كوره كده صغيره اهي. هنعمل فطير صغير خالص. بص انا كنت مغطياه بايه؟ بكيس بلاستيك، مغطياه باي مشمع عندكم اهو. اخد بقى من الكور الصغيره بتاعتي. بصوا يا جماعه، بصوا عامله ازاي، شايفين؟ بصوا العجينه بتمشي لوحدها، شايفين المنظر؟ بصوا هننزل بيها في السمنه بتاعتنا دي كده، تمام. ونبدا ان احنا هنفرد بالراحه خالص، براحه ايدينا. بصوا كمان شايفين المنظر؟ بصوا بسم الله ما شاء الله، عجينه بتجري معانا والسمنه مش سخنه، خلوا بالكم. امشوا بقى على الخطوات دي هتعملوا احلى فطير مشلتت، وكمان من غير فرن. ركزوا، المبتدئين الجماعه اللي عاوزين يتعلموا وعاوزين يعملوا فطير مشلتت، لا انتوا بقى هتمشوا على كده ان شاء الله تعملوا احلى فطير. اهو هناخد من السمنه بتاعتنا الخليط اللي معانا ده وندهن كده خفيف، ونبدا ان احنا ايه، نطبق العجينه الكوره بتاعتي دي كده اهو، ماشي. ونركنها على جنب وناخد واحده تانيه. ماشي. انا خلوا بالكم احنا عاملين فطير صغير على قد الطاسه بتاعتي المعجزه اللي انا بخبز فيها كل حاجه، بخبز فيها العيش والفطير وكل حاجه. فانا عامله الفطير اهو 3 كور صغيرين وكوره كبيره، الكوره اللي هلم بيها في الاخر. وهبدا اخد السمنه بتاعتي كده وايه، وادهن وانزل بالكوره دي اهو، تمام. ونركن على جنب. والكوره الثالثه اهي هعملها نفس الموضوع، هفردها واحط دول في قلبها، ولما اجي افرد الكوره الكبيره هوريكم زي ما قلت لكم ووريتكم. دي بقى اكبر كوره اهي، بصوا. عارفين يا جماعه، انا لو في مساحه عندي وفي مكان كبير ورخامه كبيره اشتغل فيها، انا هعمل لكم فطاير كبيره جدا والله العظيم، وافضل بقى اعمل عجين كبير ونبدع مع بعض. اظن احنا كده مفيش اي مشاكل اهو لحد دلوقتي، شايفين؟ والعجينه بتمشي معايا خالص. نيجي من السمنه بتاعتنا ونبدا نجيب ال3 كور الصغيرين اهم او 4 زي ما تحبوا على قد الطاسه اللي عندكم اهو، ونقفل الفطيره ونسيبها كده، مش هنقلبها على وشها غير لما نيجي نفردها، ماشي اهي. هنسيبها كده اهي. خلصت الفطير بتاعي اهو، مفيش ربع ساعه. الطاسه العبقريه طبعا زي ما انتم شفتوا، انا جبتها وقفت الشعله العبقريه برضو. الساعه كام؟ 5:30 صباحا، النهار لسه بيطلع. لو ركزتوا هتسمعوا صوت العصافير. صباحكم زي العسل. معايا قطعه من الزبده، تعالي يا نور اوريهم. قطعه من الزبده اهي صغيره خالص، انا كل القصه معايا معلقه بس مش هحطها دلوقتي، هركنها كده. وهاخد الفطيره بتاعتي اهو، اقلبها على وشها وابدا ان انا، بصوا مرتاحه ازاي، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. قطعه زبده صغيره بس من اللي انا ايه ركناها كده اهو، شايفين المنظر ده الجميل ده التحفه ده. وابدا ان انا افرد الفطيره بتاعتي. مش هفردها قوي لاني وانا بشيلها دلوقتي هي مرتاحه، العجينه ايه هتتفرد معايا اكتر. بصوا اهو، وعلى الطاسه على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الفطيره، يلا يلا اهو. بصوا اعدلوها بسرعه كده اهو، دخلوها جوه الايه الطاسه. ما توطوش النار، خلوا النار ايه ولا عاليه قوي ولا واطيه قوي، متوسطه كده.
بصوا بقى يا جماعه كده اهو، دي الفطيره بتاعتي، ممكن نقلبها بقى. بصوا المنظر، بقول لكم مش هتحتاجوا، لو مش هتحتاجوا صدقوني، صدقوني مش هتحتاجوا فرن، هتاكلوا احلى فطير مشلتت من غير فرن يا جماعه الخير. وداعا للفرن، انا بحب ابسط كل حاجه واسهل كل حاجه، وتحدي بقى ان حد قال لكم ده مش مخبوز في الفرن، وطري طري جدا. بصوا العظمه، شايفين العظمه؟ بصوا الفطيره عليت قد ايه، وشايفين المنظر عامل ازاي؟ الله اكبر، الله اكبر بجد. ايه رايكم؟ بصوا الفطيره يا جماعه، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ انا لساني يعجز، لساني يعجز عن انا مش لاقي كلام اتكلم. اولا دي معجزه، دي مبدعه، دي كل ما بتبوظ لازم اجيب واحده. حلو. ثانيا انا لساني يعجز عن انا مش لاقي كلام اقوله يا جماعه، والله والله ما لاقيه كلام اقوله يا جماعه. ده يا جماعه الحلاوه دي فرن ايه بقى وبتاع ايه؟ وبعدين ده كل ده كيلو دقيق. بصوا كيلو دقيق تعملوا بيه عزومه. تعالوا بقى شوفوا النتيجه الحلوه دي كمان.